صاحبة أجمل ابتسامة بيأكلها أحمد عز بنفسه، صور ليهم رومانسية قلبت الدنيا عليهم. يا ترى إيه اللي بيحصل بين أحمد عز ويارا السكري؟ هل فعلا ارتبطوا ببعض؟ طيب هل كان ليها علاقة بالفنان تامر حسني قبل منه؟ كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. النجمة يارا السكري مسيطرة في الوسط الفني، ما بتظهرش غير مع النجوم الكبار جدا. ظهرت اليومين دول مع الفنان أحمد عز وليهم كام صورة مع بعض عاملين حكاية، وهنعرف قصتهم ايه بالظبط دلوقتي. لكن اللي لازم تعرفوه برضو وعلى الماشي كده إن يارا السكري ظهرت قبل كده برضو مع النجم تامر حسني، ووقتها كان الوسط الفني كله بيتكلم عن اسم يارا السكري وكمان تامر حسني وكمان بسمة بوسيل مرات تامر حسني سابقا. المهم ان النجمة يارا السكري صاحبة اجمل ابتسامة انتشر لها خلال الساعات اللي فاتت كام صورة كده قلبين الدنيا. الصور دي ظهرت فيها مع أحمد عز وهو بيأكلها بنفسه، صورة رومانسية جدا باين فيها الود والمحبة بين الاتنين، ويمكن ده السبب في إن الجمهور ينشغل بيهم قوي ويبدأ يدور ويشوف إيه أصل الحكاية. ما هو النجم أحمد عز نجم كبير ويارا السكري من أجمل بنات العالم، والاهتمام بالاتنين لازم يكون كبير. في اللي بدأ بقى يتكلم ويقول إن دي بداية علاقة بين الاتنين، وفي اللي قال خلاص هنسمع خبر حلو عنهم قريب، يمكن نسمع خبر ارتباطهم رسمي، خصوصا وإن الصور بتقول إنهم لايقين على بعض، الاتنين على نفس الدرجة من الوسامة والجاذبية، وخلاص يبقى أحمد عز لقى نصه التاني اللي هيكمل معاه رسمي. لكن اتضح إن الحكاية غير كده خالص، اتضح إن يارا السكري هي أصلا اللي نشر الصور المتداولة دي وأول واحدة نشرتها. اتضح كمان إن الصور دي مرتبطة بعمل فني جديد، شركة اتصالات مصرية نزلت إعلان جديد ليهم مع بعض، ظهر فيه أحمد عز ويارا السكري في مشاهد رومانسية حلوة على البحر. الإعلان بتاعهم كان مثير جدا للإعجاب وعز غني فيه، والاتنين ظهروا في لقطات جميلة مع بعض. لحد هنا نكون عرفنا مع بعض سر ظهور أحمد عز ويارا السكري مع بعض. يجي بقى الدور اننا نعرف ايه حكايتها مع النجم تامر حسني. يارا وتامر الاتنين جت سيرتهم قبل كده كتير مع بعض، وحكايتهم الاتنين كانت شاغله الكل في مصر والمنطقه العربيه. كل اللي مهتمين بالفن كانوا مشغولين بتامر ويارا. يارا في الاصل عرفها الجمهور عن طريق تامر حسني، اسمها تصدر اغلب المواقع الصحفيه في مصر كلها السنه اللي فاتت، وده في 2023 بسبب تصريحات جامده جدا قالتها عنها المطربه المغربيه بسمة بوسيل اللي كانت على ذمه تامر حسني وقتها. في حفل زفاف مديره اعمال تامر حسني هالة عمر ظهرت يارا السكري مع تامر حسني، نشرت بسمة بوسيل مقطع من حفل الزفاف وعلقت: حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا هالة. بعض الجمهور وقتها ربط بين التصريح ده وعلاقه يارا وتامر، وده كان سبب في ان اسمها ينتشر بشكل كبير جدا. كل اللي نقدر نقوله دلوقتي ان يارا السكري اثبتت انها موهوبه وجميله، سواء كفاشونيستا او كممثله. علاقتها بتامر اثارت كتير من الجدل، لكن في نفس الوقت ظهورها مع احمد عز في الاعلان الاخير اثبت انها قادره على جذب الانظار ليها في اي عمل تشارك فيه. يارا السكري هي صاحبه اجمل ابتسامه، فازت في مايو 2023 بلقب بيست سمايل في مسابقه بالغردقه.